السلام عليكم. اليوم غندويو على واحد الموضوع مهم وهو التبرع بالدم. كل نهار الالاف ديال المغاربه كيحتاجوا نقلوا لهم الدم، يا اما من بعد شي حادث ديال السير لانهم بين الموت والحياه، او لان عندهم شي عمليه جراحيه ويمكن يحتاجوا النقل ديال الدم، او لان عندهم شي سرطان ديال الدم. والمشكله بزاف اللي كيفقدوا الحياه ديالهم يا اما حيت ما كيلقاوش ولا غالي عليهم، والسبب لان الناس ما كيتبرعوش به. فاجيو نشوفوا اليوم شنو هو هذا الدم، شكون اللي يمكن له يتبرع به، وكيفاش كتتم هذه العمليه. الدم هو واحد الماده حيويه اللي كتزود الاعضاء ديالنا بالاكسجين ومجموعه من المواد بحال الفيتامينات، الهرمونات، وحتى المضادات المناعيه اللي كتمكننا نواجهوا الامراض. فبلا به ما يمكنناش نعيشوا. ولكن المشكل ديالنا ان العلم باقي ما توصل انه ينجو بطريقه صناعيه، فالوسيله الوحيده باش ناخذوه هو عن طريق انسان اخر بالتبرع. اللي خاصنا نعرفوه ان يمكننا نتبرعوا بالدم كل 56 يوم، يعني حتى ل 6 ديال المرات في العام بلا ما تضر صحه الانسان. العمليه ديال التبرع سهله وبسيطه وما كتفوتش 10 ديال الدقائق، ومباشره بعد منها الجسم كيعوضنا بداك الدم في الدقائق اللي موراها، فلذلك ما نخافوا من حتى شي حاجه. ولكن شكون اللي ممكن يتبرع بالدم؟ كل مغربي ومغربيه اللي عندهم ما بين 18 و 60 عام يمكن له يتبرع بالدم، واللي فوق 60 عام خاصو رخصه من الطبيب ديالو. وما يمكنناش نتبرعوا بالدم الا كان عندنا شي مرض مزمن، على الفقر ديال الدم، الضغط طالع، الحراره ديالنا طالعه، او عندنا شي مشكل في الكلاوي، في القلب، في الكبده ديالنا، ولا عندنا شي سرطان ديال الدم او اي سرطان اخر. اما المراه الحامله فما يمكنلاش تبرع بالدم حتى هي، مع العلم انها يمكن لها تعطي الدم بعد 6 شهور من الولاده الا كانت صحتها مزيانه. وقبل هذه العمليه كيفحصك الطبيب وكيسولك مجموعه ديال الاسئله باش يشوفوا واش انت مناسب لهذا التبرع، والدم ديالك كيتحلل باش نشوفوا واش حنا خاليين من الامراض. وهذه في حد ذاتها فرصه باش نطمنوا على الصحه ديالنا. ومن بعد ما كنتبرعوا بالدم كيلزمنا نرتاحوا ونشربوا السوائل وما كنمشيو حتى كيطمن علينا الطبيب قبل. واللي بغيت ناكد عليه ان هذه العمليه التبرع حاجه سهله وخاليه من الاخطار، على عكس الاقاويل اللي منتشره في المجتمع ديالنا واللي كتقول لك ان يمكننا نشدوا امراض منها ولا تاثرنا على الصحه ديالنا، لان كلها كتتم تحت اشراف طاقم طبي متخصص وتحت شروط واضحه وصارمه وبطريقه معقمه. فما نتسناوش ونسارعوا لاقرب مركز ديال تحقن الدم باش نتبرعوا بالدم ديالنا، لان الامراض ما كيتسناوش خواتنا وخواتاتنا المغاربه والمغربيات للحياه ديالهم بين يدينا، وهذا واجب وطني، لان الصحه كتهمنا كلنا، ولان حتى حنايا يمكننا واحد النهار نحتاجوا داك الدم وما نلقاوهش. وفي الاخر برونسيكم سال الطبيب قبل المجرب. السلام عليكم. كنتمنى ان هذه النصائح تكون قنعتكم بضروره انكم تبرعوا بدمكم. المنظمه العالميه للصحه (OMS) حسبات انه باش دوله تحقق الاكتفاء الذاتي ديالها في الدم خاص ما بين 3 حتى ل 5% ديال الساكنه تكون كتبرع بالدم ديالها. في المغرب في 2012 0.85% فقط من المغاربه اللي تبرعوا بدمهم. مراكز تحقن الدم محتاجه ل 4000 متبرع في اليوم باش تحقق الاكتفاء الذاتي، وحنا مازال بعاد بزاف من هذا الرقم. هذا الشيء علاش قررنا في جمعيه ايداد اننا ننخرطوا في الحمله اللي كتنظمها جمعيه ماروك 21 للتبرع بالدم في مدينه الرباط ومدينه القنيطره، وهذا من 18 ل 24 مارس 2013. الهدف من هذه الحمله اننا نجمعوا 10000 تبرع ديال الدم في ظرف اسبوع. 10000 مغربيه ومغربي غادي يعتقوا الاف ديال النفوس بلا ما يكونوا اطباء. انخرطوا معنا في الصفحات ديال الفيسبوك ديال الحمله، بارطاجيوها مع اصدقائكم، واتفقوا على شي وقت باش تمشيو جميع تبرعوا بدمكم. كنعطيوكم موعد من 18 ل 24 مارس 2013 في مدينه الرباط، في مركز تحقن الدم اللي كاين في مدينه العرفان، في الحافله المتنقله اللي غادي تكون في باب الحمل، في 2 مدارس، مدرسه الكسوس اللي كاينه في ديور الجمال، ومدرسه سوبرفو اللي كاينه في شارع الوداد، وفي مدينه القنيطره مركز تحقن الدم ديال المدينه. وان شاء الله قريبا في مدن مغربيه اخرى. المغاربه اهل الجود والكرم، وجا الوقت باش تولي في ثقافتنا تبرعوا بدم.